الله وبركاته. اهلا بكم بقناه سلمى للوصفات المصريه. النهارده هنعمل مع بعض باستا فلورا او تارت المربى او فطيره المربى. المقادير معانا هنا حوالي كوب سكر، كوب الا ربع سمن او فوق النص شويه كده يعني، وثلاث بيضات، وهنا 3 كوبايات دقيق، معاهم معلقه بيكنج باودر، وهنحتاج فانيليا ومربى لتزيين. هنحط بقى في العجان او ممكن لو في الخلاط عادي. هنضرب اول حاجه البيض والسكر، كده حطينا ال3 بيضات، هنضيف عليهم السكر ونضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا هنا 3 بيضات، كوبايه سكر بس مش مليانه قوي يعني، هي بالشكل ده. ونفس الكوبايه دي برضو اللي هتعملي بيها الدقيق، هتعايري بيها الدقيق برضو نفس الكوبايه. هنضرب السكر والبيض الاول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هضيف عليهم فانيليا، وهضرب تاني البيض والسكر. انا ضفت لهم بس معلقه الفانيليا، يعني هي مش نص، يعني فوق النص شويه كده اهو سمنه. هنضرب تاني. ونحط العجان، لو عايزه تعجنيها بايدك عادي اهي، شلنا المضارب. هنا 3 كوبايات دقيق، حطيت لهم معلقه كبيره بيكنج باودر. قلت المعيار هو ده كوبايه الشاي المج العادي. هنا هنبتدي بقى ونعجن على حسب ما العجينه تاخد، ممكن ما تاخدش الدقيق كله، وممكن تحتاج حسب الدقيق. هبتدي اعجن. بسم الله. هنحط بقية الدقيق ونعجن تاني. خلاص العجينه كده بقت جاهزه معانا اهي، ده الشكل بتاعها كده. نبتدي نفردها بقى في الطرد او في الصينيه بتاعتنا. عايزين نسيب عجينه على جنب عشان نشكل بيها. هنحطها هنا في الكوبايه دي مكان السمن، بس هطلعها بس من العجان. العجينه معانا اهي، هي بتبقى سايله شويه كده، طبعا احنا عايزين نطلعها. تعملي ايدك زيت كده خفيف عشان نعرف نطلعها. بسم الله. نفردها في الصينيه، هي بتبقى زي عجينه البسبوسه كده. نبتدي نفردها بقى، بس هناخد كل الموجود هنا نفردها مع بعض. هنبتدي نفردها بالشكل ده كده، الصينيه كلها كده. انا سبت قطع هنا عشان هنزين بيها الطرت ده في الاخر. لقيتيها اللي زيت في ايدك تعمليها بالزيت كده، تفرديها. فردته كده في الصينيه. هنبتدي بقى نحط له المربى معانا. هنحط له مربى فراوله، المربى المتاحه عندك. انا عندي هنا مربى، المربى دي مربى بيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اي مربى عندك بتحطيها. دي مربى فراوله بيتي، انا كنت عاملاها في البيت. بسم الله. انت ممكن تعمليها مثلا في اواني الفراوله وتشيليها في الفريزر، وبتطلعيها بقى في اي وقت بتحتاجيها. بسم الله.
هفرد المربى كلها فيها كده ان شاء الله وارجع لكم. انا خلاص فردت المربى كده على الطرف او الباستا فلورا. هنجيب كده الشوكه بس ايه نزينها كده الشوكه بالطريقه دي. بس انا بس اوسع اشيل الحاجات دي نعملها بالشكل ده كده بالشوكه. نزين الطرت بالشكل ده كده. ايه لو عندنا صينيه طرت برضو ممكن نستخدمها. دي اسمها بقى باستا فلورا، جميله جدا ان شاء الله تعجبكم. بس بالطريقه دي خلاص هنبتدي بقى العجينه دي اللي انا سبتها دي هطلعها وازين بيها من فوق. انت لو حسيتي انها سايله شويه العجينه ممكن تجيبي شويه دقيق وتعمليها. نعملها بالشكل ده كده وترصيها على الصينيه. معانا اهو انا شكلته بالشكل ده. انا برمت العجينه وعملته بالشكل ده. انت ممكن برضو تفرديها وتعملي على اي شريط الشكل طبعا اللي يعجبك واللي يناسبك. طبعا انا هنحطها في الفرن، فرن متوسط الحراره. طبعا هي ما تاخدش حاجه في الفرن، يعني تحطيها وتشوفيها كل شويه. بس هنروح احطها في الفرن ان شاء الله. الطرت جاهز معانا اهو. باستا فلورا انا طلعت خلاص معانا من الفرن. هي ما تاخدش حاجه في الفرن. انت تحطيها على الرف اللي في الوسط وتوطي خالص وتتابعيها. انا كده قطعتها هنا اهو بالشكل ده كده اهو. ان شاء الله تعمليها وتجربيها تعمليها احسن مني كمان. اهي بالشكل ده جميله جدا. نقطع كمان قطعه جميله وشيك جدا تقدميها لضيوفك، تقدميها لاولادك بالشكل ده. ان شاء الله الطريقه تكون سهله وتعجبكم. بشكركم جدا وشكرا ليكم وللمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.